السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. مبروك علينا الانتصار، مبروك علينا التأهل لدور النصف النهائي. من بعد 22 سنة قدرنا نتأهلوا ونفكوا العقدة ديال النصف النهائي في انتظار التتويج باللقب واختتام هذه الفرحة هذه اللي دامت أكثر من 50 سنة. إذا ندخلوا في التفاصيل بدون مقدمات، على بركة الله. مباراة تاريخية، مباراة عالمية، أداء استثنائي. برافو الدراري، برافو سي وليد، برافو الطاقم التقني. صراحة اليوم ما يمكن لنا إلا أننا نشكركم واحد بواحد. برافو الطاقم التقني كامل، اللاعبين بالمدرب. أداء عالمي، أداء مثالي. أخيرا شفنا سي وليد الركراكي اللي كنعرفه. هذا هو وليد اللي كنا كنعرفه مع الفتح، هذا هو وليد اللي كنا كنعرفه مع الوداد. ما يمكن لنا إلا أننا نقول لكم برافو ولكم، حيتاش مباراة تكتيكية رائعة بامتياز. ما عندك ما تقول شي في هذا الماتش. ما كاينش شي واحد يقدر يقول لك شي حاجة على هذا الماتش. ملي كتربح، شتي ملي كترطب راسك وكتخدم داك الدماغ ديالك، راه هادشي اللي كنشوف كتكون النتيجة بحال هكا. وغتلقى شعب كامل كيساندك. دخل دابا مواقع التواصل غتلقى كلشي فرحان، غتلقى كلشي كيشكرك، كلشي كيشكر اللاعبين اللي غادي ندوزو ليهم واحد بواحد. ونبداو غادي نحللو كيفاش وليد الركراكي تفوق على المدرب ديال الكاميرون، وكيفاش سيطرنا على الماتش من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 90. بداية خاصنا نرفعوا القبعة للسي وليد الركراكي اللي كان طب تصلح الأخطاء ديالو وتعلم من المباريات السابقة. التكتيك كان مثالي. وليد فاجأ الكاميرون بضغط عالي، هاي بريس من غير المعتاد، خلاوهم يغلطوا بزاف، ما قدروش يلعبوا مي با 3 باس مقادين. التغيير التكتيكي اللي دار في الدفاع والوسط سد كاع الثغرات وصلح كاع الاخطاء التكتيكيه اللي دار في المباريات السابقه. وليد عرف كيفاش يحد من خطورات النجم ديالهم بومو، والسر كان في الحاج نصير مزراوي. نصير اليوم دار ماتش العمر، على الرغم من انه ديما طب الا انه حط بومو في جيبو بمعنى الكلمة. أداء مستقر ثابت من يبدا في البطولة تقريبا، هو غادي بنفس الريتم وعاد ما كيزيد يتطور أحسن. بغيتي في الدوها هو معاك، بغيتي في الطروة هو معاك، بغيتي حتى في لاكس ما عندوش مشكل، يلعب ويخرج لك ماتش نقي. فتبارك الله، وسعداتنا بهذا اللعاب اللي أنا فاجأني بدنيا. صراحة أنا ما كنتش كنتسنى هاد العطاء البدني كامل تبارك الله من السي نصير مزراوي، اللي معروف عليه أنه كان لاعب زجاجي. كان كيتعرض بزاف للإصابات اللي عضلية. شفنا التحسن البدني اللي ولا فيه، الفورمة اللي فيها واللي كيدوز منها نصير. فنتمنى إن شاء الله يبعدوا عليه الإصابات ويبقى ديما طب، لأنه لاعب اللي انديسبوسابل. ندوزو للنائي العناوي اللي نقدروا نسميوه مايسترو الارتكاز الجديد. خاصنا نهضروا على هذه المفاجأة السارة اللي هو هذا اللاعب هذا، حيتاش الماتش اللي دار اليوم، المباراة اللي لعب اليوم مباراة مثالية في مركز الارتكاز. كنظن أخيرا نائل العناوي فهم شنو المطلوب منه وشنو الدور اللي خاصو يدير بوست ديالو جديد. ففعليا كان كيغطي التيران كامل. في مدرتي كتلقاه ضاعت من الكرة كتلقاه هو السباق مع السيباري في الضغط، ما كيديزوناش. قدر يصلح نقطة الضعف ديالو اللي هي كيديزوني بعض المرات. لومبلاسمون ديالو ما كانش مزيانة بزاف ديال لي ماتش. ولكن اليوم راه تبارك الله، يعني فاز بكاع الثنائيات. شفناه كان كيدخل صحيح، شفنا انه شحال من مره كيتفوق على جوج اللاعبين كاميرونيين. قدر يحافظ على الكره ديالو في اوقات فين كانت علينا لا بريسيون، فين كان علينا الضغط، وكان هو تقريبا السد المنيع قدام الدفاع. كتحس به كاين في كل بلاصه. فبرافو نائل، وهنيئا لنا بهذه الموهبه، ونتمنوا انه يستمر بهذا النيفو، حيتاش بروفيل بحال هذا غادي نحتاجوه بزاف وبزاف، خصوصا في المباراتين القادمتين إن شاء الله اللي غادي يكونوا هما اللي كيحددوا المصير ديالنا في هذه البطولة إن شاء الله. أما بالنسبة لرجل المباراة إسماعيل السيباري الدبابة اللهم بارك، ومنين كنهضروا على القوة البدنية فراه كنهضروا على إسماعيل السيباري. إسماعيل اليوم كان رجل المباراة بلا منازع ومستحقة، مع نصير مزراوي بطبيعة الحال. فرجل المباراة بلا منازع السيباري اليوم، من غير أنه ماركا الهدف الثاني الحاسم
بذكاء، كيفاش استقبل الكرة بلا غوش، كيفاش ضربها بالبي فابل ديالو كونتر بيي وحطها في واحد الزاوية اللي بعيدة على الكارديان، بعيدة على الدفاع و16 ديال المدافعين، وقدرنا نقتلوا بها الماتش. فخدمة كبيرة اليوم من اسماعيل تبارك الله. واللي بهرني اكثر هو الخدمة ديالو بلا كرة. اسماعيل الضغط اللي مارس طيلة الدقائق اللي لعبهم اللهم بارك، كان واحد السخاء بدني كبير اللي ما كنتش كنتوقعه منه بحكم نقطة الضعف ديالو اللي هي البطء، الحركة، الوزن اللي ما معاونوش بعض الأحيان، ولكن كانت واحد القوة في الالتحامات الجسدية اللي خلات الكاميرونيين يحيروا معه صراحة. يعني برافو اسماعيل، قدر يخدم على راسو، قدرنا نستافدوا منه تكتيكيا اليوم، قدرنا نستافدوا من لي كاليتي اللي عنده. حنا كاملين كنعرفوا الامكانيات اللي عند اسماعيل، واليوم كان في لافورم وشفنا اسماعيل السيباري اللي كنعرفوا مع بي اس في. فتبارك الله تبارك الله عليك اخي اسماعيل، نتمنوا تبقى بحال هكا. اللي ما كيشوفش اسماعيل انه لاعب كبير راه ما كيفهمش الكره، لانه حتى بلا كره فاسماعيل كيدير واحد الدور اللي كبير وكبير بزاف، كيفاش كيتزاد في مناطق الخصم، كيفاش يقدر يرجع يسد لي لين دو باس اللي كيكونوا عندنا الميليو في التحولات الدفاعيه، كيفاش كيرجع يديفوندي. شفنا اليوم شحال من مره فتك الكرات من المهاجمين الكاميرونيين، كيفاش كيدخل في واحد الالتحامات اللي قويه مع مدافعين من حجم او لاعبين من حجم المنتخب الكاميروني، ولا القامه الفارهه ديالهم بطبيعه الحال. فتبارك الله على اسماعيل، وانا عجبني بزاف، وان شاء الله نشوفوه احسن واحسن في الماتشات اللي بقاو. ابراهيم دياز جوهره. ابراهيم دياز هذا قصه بوحده، هذا هداف البطوله وافضل لاعب فيها حتى الان، باش نكونوا واضحين. افضل لاعب في البطوله حاليا كاس افريقيا حاليا هو ابراهيم دياز. 5 ديال لي ماتش، 5 ديال لي بيت. عرفتي صاحبي باش تماركي في كاع الماتشات راه ماشي سهله. راه كاس افريقيا هذه ماشي شي بطوله اخرى، حنا كاملين كنعرفوا الماما افريكا ماشي سهل انك تماركي كل ماتش بطريقه مختلفه. اليوم راه حشمت نقول لكم باش ماركا، وكنظن راه كلكم شفتوا كيفاش ابراهيم ما كيتمشاش في التيران. ابراهيم كيتقاتل على كل كره ديال كاع الماتشات، سخاء بدني منقطع النظير، كيرجع يديفوندي يعاون حكيمي سابقا الشيبي، فاش كيرجع يحافظ على الكره ديالو في المناطق الدفاعيه باش يقدر يستافد من الضغط على لاعبين خط الوسط، من خلال كيخرج يطلب الكره ويدور لي دريبل ديالو الكل كيعرفهم. ف ابراهيم دياز ما نحتاجش نهضر عليه بزاف. ابراهيم فعليا هو المحرك اللي كيعطي النفس الهجوم المغربي. ودابا ندوزو لصمام الامان اللي صراحه من ديما كان المشكل ديالنا، من ديما كنا كنطالبوا بتغيير فيه، كنطالبوا باصلاح الخلل اللي صراحه اليوم شفنا استفاده وتعلم من الاخطاء. دفاعيا اليوم شفنا حيط صور دفاعي اللهم بارك. ادم مسينا دار ماتش مثالي بوقفه صحيحه، الكرات الهوائيه كاملين ياولوا، وقف بطريقه زوينه، قدر يقطع بزاف ديال الكرات. ونايف اكرد كيبين نهار على نهار التحسن الملحوظ ديالو من بعد الانتقادات اللي تلقاها. كان هو مسينا صراحه صمام الامان قدام العملاق ياسين بوبو اللي صراحه ما تختبرش كاع نقدر نقولوا. كان في براحه اليوم، او الا ما قلناش كان مرتاح. انا بغيت نعرف اليوم بونو شنو كان العز. فشفنا واحد كيمستري بين نايف اكرد وادم مسينا، بدينا كنشوف واحد تجانس، واحد التناغم، واحد كيغطي على الاخر، فاش كيطاكلي لعاب كيجي الاخر يكوفريه موراه. وهادشي اللي كنا بغينا نشوفو الماتشات اللي دازو. وبطبيعه الحال ما يمكنش نهضروا على اللاعبين وما ندويوش على الكابيتانو اشرف حكيمي، واللي ما نساوش المجهود الدفاعي. واخا ما واجدش 100%، ما شفناش حكيمي هجوميا تقريبا، ما شفناش داك حكيمي اللي كنعرفوه بويسون كيدخل الكاري دي زويت كيتيري كيدير حلول. حنا عارفين هادشي علاش راجع الإصابة اللي هي خطيرة، اللي عاد راجع منها ماشي إصابة سهلة، أنك باش ترجع من ديك الإصابة بواحد لافورم اللي طالعة بزاف فهادي كيديرها غا ميسي. بدنيا تقاتل ودار ماتش دفاعي كبير، وهذه هي الروح اللي بغينا. وحكيمي من ديما
كيحط قلبه معنا التيران. في بداية الشوط الأول كان شوية هجوميا يتحرك، ولكن من بعد شفنا واحد تحفظ من حكيمي، بحال باقي ما زعمش يدخل في التحامات اكثر كيف ما كنقولوا لسبب رجع الاصابه. في الشوط الثاني وليد الركراكي سير الماتش بذكاء، دار تغييرات في الوقت المناسب اللي حافظت على التوازن وخلاتنا نضربوا بيد من حديد في الهدف الثاني. ولكن قبل بزاف غادي يقولوا ما غاديش يتفقوا مع وليد بسبب التراجع اللي شفناه من بدايه الشوط الثاني، كيفاش اختار يستقبل اللاعب وما نبقاوش ضاغطين ولاعبين بنفس الريتم اللي لعبنا به في الشوط الاول، اللي كان اداء خيالي. نقدر نقول لك احسن شوط لينا في البطوله هو هذا، احسن حتى من ماتش ديال زامبيا كامل. ماتش عامه احسن ماتش لعبنا، ولكن بالضبط الشوط الاول كان شوط تكتيكي بامتياز، شوط مثالي لوليد الركراكي بامتياز صراحه. نيامه المونديال ما شفناش بحال هاد الروح في اللاعبين، ما شفناش لاعبين ملتزمين بالتعليمات التكتيكيه ديال المدرب، الى انه انا كنشوف ان وليد الطريقه اللي دخل بها في الشوط الثاني كانت هي احسن طريقه. بطبيعه الحال اللاعبين الكاميرونيين كنا بقينا لاعبين معهم كره كانوا يقدروا يضربوا لنا الظهر ديالنا كيف ما طلعنا في ماتشات قبل. ماتش تنزانيا خير دليل، ملي كنا ضاغطين ماتش كامل تزقلنا 2 مرات في محاولات اللي كانت قادرة تكون أهداف. فكنظن أن وليد سير الماتش بذكاء، اختار يستقبل اللاعب وقدر يحافظ على التقدم ديالو، وهذا الشيء كيبشر بالخير، كيبين على أن المدرب بدا كيتعلم من الأخطاء ديالو كيف ما قلت. وهذا الشيء كيفرحنا، وهذا الشيء اللي كنا بغينا نشوفو حنا أصلا كمغاربة، وهذا الشيء اللي كنا كنطالبوا به في الماتشات اللي قبل. ولكن واخا هاد الفرحة كاملة كاينة واحد النقطة خاصنا نخدموا عليها، واللي هي الفرص المهدورة. حيتاش في الدومي فينال في نصف النهائي الماتش كيتلعب على تفاصيل صغيرة، وما خصناش نضيعوا هذا الكم من الفرص. شفنا في اكثر من مرة كيفاش ما قدرناش نستغلوا الحالات ديال 1 كونتر 1 2 كونتر 3. بعض المرات كنا كنكونوا متفوقين عدديا على دفاع المنتخب الكاميروني. شفنا اختيارات خاطئة، قرارات خاطئة، اعتقدنا اللمسة ما قبل الأخيرة، على الرغم من أن أيوب الكعبي اليوم التحركات ديالو كانت ممتازة، قدر يتسبب في هدف أول. كنتمناو نخدموا عليها أكثر، ما نبقاوش نضيعوا كوري ساهلين، حيتاش كنا قادرين نخرجوا في الشوط الأول على الأقل واحد 3 أهداف مضمونة. نتمنى نشوفوا تفاهم أكثر، نشوفوا تجانس أكثر، نشوفوا قرارات صائبة وتركيز أكثر قدام الشبكة باش نحسموا الماتشات الجايين ونتوجوا إن شاء الله باللقب وما يخرجش اللقب من المغرب. برافو الوليدات، برافو سي وليد، برافو الجمهور المغربي، مبروك علينا التأهل، مبروك علينا هذه الفرحة، ونتمنى تكتمل باللقب إن شاء الله. موعدنا في نصف النهائي إن شاء الله، في انتظار نعرفوا شكون هو الخصم ديالنا. وديما مغرب. السلام عليكم ورحمة الله. تهلاو.